وانتهى المزاد واتباعت الكلية. والقصة قصة حقيقية، قصة محمد مسعود الشهير ببوجي اللي باع كليته لسبب غريب جدا. لو هنرجع بالزمن ورا شوية هنعرف أصل الحكاية. محمد شاب زي أي شاب في مصر، ابن ناس، متعلم، شغال شغلانة كويسة. لكن إيه السر اللي هو باع كليته؟ تفتكروا ليه؟ علشان مثلا مامته مريضة، محتاج فلوس يساعد حد من أسرته؟ إطلاقا. محمد باع كليته بسبب إدمانه للمخدرات. محمد زي ما قلنا كان شاب متعلم وكان بيشتغل شغلانة محترمة، لكن عرف طريق المخدرات، عرف طريق الإدمان عن طريق بعض الناس، وقال إيه المشكلة اللي أنا أجرب. وفعلا جرب المخدرات مرة مرتين، لكن النهاية كانت إيه؟ إن محمد انزلق في منزلق الإدمان وبقى مدمن مخدرات، وبدلت مكان تجربة أصبحت عادة، وكل شوية جسمه بيطلب أكتر وعقله بيسيطر عليه فكرة اشرب مخدرات اشرب مخدرات. ومع الوقت محمد اترفد من شغله. اترفد ليه؟ لأنه بدأ يهمل في شغله، وهوبا سرق من شغله علشان يصرف على المخدرات. النهاية الحتمية اللي هو اترفد من الشغل، زيه زي أي حد بيشرب مخدرات. المخدرات أولها حلو، بتكون جميلة، فسحة واستمتاع، لكن بعد كده بتقلب إلى قاع. ده اللي حصل مع محمد. شرب مخدرات، احتاج فلوس، سرق، أهمل، اتفصل من الشغل. وده خلاه يشعر بوحدة أكتر وعزلة أكتر، وبقى يشرب أكتر وأكتر. ليه؟ علشان ينسى اللي حصل معاه، وينسى اللي هو اترفد من الشغل. مجرد اللي هو كان بيشرب مخدرات علشان يطفي المشاعر اللي عنده. لكن في ظل ده كله ايه اللي حصل؟ محمد كان بيحب واحدة، ودي كانت حب عمره زي ما هو قال، وما كانش عارف هيعمل ايه. هو معهوش فلوس عشان يخطبها ولا علشان يتجوزها، واتفصل من شغله. كان الحل اللي هو شايفه صح هو حاجة واحدة بس، اللي هو يعترف لحبيبة عمره اللي هو مدمن مخدرات. وبالفعل اعترف لها، وقال لها اللي هو مش قادر يتقدم لها علشان مفيش فلوس، فحاولي تصبري عليا. لكن البنت دي كانت بنت غريبة جدا، فكرت واقترحت عليه فكرة شيطانية. بدل ما وقفت جنبه أو قالت له ساعدك اللي انت تتعالج، قالت له طب ايه رأيك تبيع كليتك؟ ومحمد بدافع الحب قال انا موافق، بس هبيعها ازاي؟ وهنا كان دور الشيطانة اللي هو بيحبها. قالت له ما تقلقش، انا هعرفك تبيعها ازاي. وبالفعل كلمت اخوها، واخوها قابله واتفقوا على كل حاجة. ليه؟ لان اخوها قبل كده كان بايع برضه كليته، وخد محمد من ايده وراح على الناس الكبيرة اللي هي بتشتغل سمسرة اعضاء. وبالفعل اتفق معهم على كل حاجة، وحانت ساعة الصفر. خد محمد من ايده وراحوا على مستشفى ما تعتبرش مستشفى، حاجة كده تحت بير السلم، وخلصوا له ورق وشوية تحاليل و والاتفاق كان على كلية بس. لكن اللي حصل مع محمد ايه؟ اما فاق لقى ان كليته اتاخدت، وكمان ضلع من ضلوعه كان متاخد. وهنا كانت المأساة، مش اكتفوا بس بالكلية، لا ده خدوا في طريقهم كمان ضلع. ومحمد قال مش مشكلة، المهم اللي أنا آخد ال100,000 جنيه. وفعلا خد ال100,000 جنيه وراح لحب عمره، اداها نص الفلوس وخلى معاه نص الفلوس على أمل اللي هو هيجي يتقدم لها. لكن المخدرات كانت أقوى من محمد. عمل محمد إيه؟ راح صرف باقي الفلوس في المخدرات، وما بقاش عارف يعمل إيه. وراح اعترف لحبيبته تاني اللي هو صرف بقية الفلوس، والشيطانة قالت له انت ما تلزمنيش، وتخلت عنه تماما. تفتكروا السؤال هنا، محمد باع كليته ليه وصرف الفلوس ليه؟ لمجرد اللي هو كان بيحب حبيبته، ولا علشان خاطر المخدرات؟ والإجابة الصادمة اللي هو ما كانش عشان خاطر حبيبته،
هو علشان كان خاطر المخدرات لا أكثر ولا أقل. بس هو ما كانش شايف كده، يمكن شاف كده بعد ما بطل، لأن الإدمان كان سايقه، كان سايقه هو المسيطر. زيه زي أي مدمن بيفتكر اللي هو بيكون مسيطر على المخدرات، لكن الحقيقة اللي المخدرات هي اللي بتكون مسيطرة عليه. ومحمد بعد ما الشيطان اتخلت عنه ما كانش قدامه حل تاني غير اللي هو إيه؟ يشرب مخدرات أكتر وأكتر وأكتر. وجسمه ما بقاش مستحمل، جسمه أصلا متاخد منه كلية وضلع، وانت بتدخل سموم جوه جسمك، والكلية اللي مسؤولة عن تنظيف السموم في الجسم اوريدي اتاخدت واتباعت. ومحمد ما بقاش عارف يعمل ايه، لحد يوم من الايام صحي لقى نفسه في المستشفى وحواليه طقم دكاترة، وقالوا له انت عايش كده ازاي؟ ده مفيش حتة في جسمك سليمة. ومحمد ما بقاش عارف يعمل ايه، لكن قعد في المستشفى شوية، وأول ما حس اللي هو يقدر يقف على رجليه خرج. ولكن بدل ما بطل مخدرات، محمد راح شرب مخدرات أكتر وأكتر وأكتر. ليه؟ علشان يطفي المشاعر السلبية اللي كانت عنده، وعلشان ينسى الوجع اللي هو فيه، وهو حاطط في دماغه اللي أنا كل ما أشرب كل ما هعمل دماغ، كل ما هستمتع أكتر. لكن الحقيقة اللي هو ما كانش بيستمتع، ولا دماغه بتعلى أكتر وأكتر، بل بالعكس، دماغه خلاص وقفت عند حتة معينة، وجسمه ما بقاش قادر يستحمل، ومن مشكلة لمشكلة لمشكلة. لكن من بق محمد قال اللي هو كان بيحب والدته جدا، ووالدته هي كانت السند بتاعه، بس هو فعلا ما كانش عارف يعمل ايه، ما كانش قادر يبطل مخدرات، بل بالعكس كان بيشرب اكتر واكتر واكتر. لكن دايما في حياة كل مدمن نقطة بتكون هي نقطة الصحوة، هي بتكون الصدمة اللي بتخليه يرجع عن الطريق ده. في وسط الحاجات دي كلها جه خبر موت أخو محمد، لقوه مرمي في شارع ضارب في الشبكية. محمد شافه بالمنظر ده، كل اللي عمله إيه؟ ما بقاش مصدق، غطى أخوه ولفه وعرف اللي أخوه مات. قعد أسبوع بعد الوفاة في حالة صدمة، لكن كان بيشرب مخدرات أكتر وأكتر وأكتر. وفي نفس الوقت مامته كانت تعبت بسبب اللي هي شايفاه في ولادها، واحد مدمن مخدرات والتاني مات بسبب الإدمان، وكان عندها جلطة ونص وشها ما بيتحركش. محمد يمكن تعب والدته مع انه كان بيحبها، ما كانش فارق معاه قوي، كان بيشرب مخدرات. لكن موت اخوه هو كان الصدمة الرئيسية، هو اللي خلاه يطلب يتعالج. وجري جري على امه، قال لها وديني مصحة، ساعديني، خليني ابطل، اعملي لي اي حاجة، المهم اللي انا ابطل مخدرات. وامه زيها زي اي ام مصرية بتخاف على اولادها، طبطبت على ابنها وبدأت تسأل تعمل ايه، واستعانت ببعض الجيران علشان يساعدوها، وفعلا ساعدوها، وفعلا عالجوا محمد. ومحمد اتعالج وتعافى، وهو دلوقتي مبطل سنتين. ودايما محمد في لقاءاته بيقول أنا عندي سنتين، ما بيقولش عمره الحقيقي، لأني عمره الحقيقي ابتدى من يوم ما هو بطل مخدرات وبدأ يتعافى. تفتكروا معايا بوجي كان أقوى من المخدرات، ولا المخدرات كانت أقوى منه؟ بوجي باع كليته بسبب الحب، ولا بسبب المخدرات؟ جاوبوني في الكومنتات.